لما تكوني قاعده كده بقى الساعه 7 الصبح وتبصي تلاقيكي قاعده عامله كوبايه قهوه بعد ما فطرتي ومنتخه كده مع نفسك، وتلاقي تليفون جالك اختك بتقولك تعالي بسرعه، نسايب ابني جايين النهارده يتغدوا عندنا وعايزه اعمل حاجات كتير الحقيني والنبي. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بسم الله تبارك الرحمن، انواع المحاشي كلها من بدنجان لفلفل لكوسه. ليه طبعا جلاش باللحمه المفرومه، فراخ معموله بتتبيله تحفه. لحمه طبعا سبناها مسلوقه زي ما انتم شايفين، ما عملناش فيها اي حاجه، فاصوليا خضراء وملوخيه، ورق عنب جميل. طبعا لما تكون السفره الجميله جدا دي الحاجه اللي تشرف بجد بجد، شكل الاكل يشهي والطعم كان ولا اروع. ولما كمان تكون الحلويات او التحليه بتاعتنا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، بسم الله تبارك الرحمن، يبقى لازم نجري بسرعه بسرعه بسرعه، ونسيب كوبايه القهوه ونسيب كل اللي في ايدينا ونطلع نجري، علشان نسايب الغالي جايين واول مره يجوا عندنا، ما نقدرش ابدا ابدا نكون قدامهم قليلين. عملنا من الحلو بقى ترمس، وطبعا زي ما انتم شايفين عنب وفستق ولوز، وطبعا ترمس وموز وجوافه، والكيكه طبعا البصمه بتاعت ام احمد، والبسبوسه بصمه ام احمد التانيه. وطبعا بسم الله تبارك الرحمن الشكل يشهي، وربنا يا رب كده يوسع عليهم كمان وكمان. وكان يوم جميل بجد بجد. بس طبعا قبل ما اروح هناك وقبل ما ادخل اعمل اي حاجه، قلت لهم كوبايه القهوه اللي ما شربتهاش يا جماعه عشان افوق معاكم كده ونشوف هنعمل ايه. جريت فعلا عليها بسرعه، واول ما دخلنا المطبخ زي ما انتم شايفين، بس قبل ما اتكلم واكمل كلامي، سمي الله ونصلي على رسول الله. احلى متابعين واحلى عيله بحبكم في الله. بدات الاول على طول كده بعد ما شربت كوبايه القهوه كده، وقمت جري على طول، قلت لهم بسرعه الحقوني باللحمه. طبعا هنعمل الاول الجلاش باللحمه المفرومه. بدات باللحمه بتعصيجه اللحمه، طبعا قطعت بصل كتير كده في الكبه بسرعه، ونزلت على اول ما البصل معايا اتدبل بس رحت نازله باللحمه. وهبدا بعد اللحمه بتبدا معايا ما تاخد لون، اللون بتاعها يتغير، اروح نازله عليها بالتوابل على طول. طبعا العزومه ديت كانت لنسايب ابن اختي، طبعا كان اول مره يجوا عندها، فطبعا كان لازم نكون كلنا موجودين ونقف ونعمل اكل بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، تبلت اللحمه زي ما انتم شايفين، حطيت طبعا فلفل اسود وحطيت كمون، وطبعا رشه بسيطه كده من جوز الطيب، وطبعا فلفل اخضر، وطبعا لو كان في فلفل الوان كان يا ريت، بس حطينا اللي موجود ساعتها يعني. وبدات حطيت عليها بالظبط كده قد 3 معالق من الطماطم، بتدي لها طعم حلو قوي، ومعلقه صغيره من البصل، وطبعا ظبطت الملح بتاعي وسبتها كده تاخد مع نفسها، تاخد وتدي بشكل ودي. ورحت بسرعه بسرعه للفراخ، كنا مجهزين الفراخ بقى قبلها بيوم كده. بسم الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. يا بنتي نقطع المنابات الجو غالي، تقول لي لا ابدا ما ينفعش، ده انا سايب ابني الغالي ما يقدرش ان انا احط لهم اي حاجه. وطبعا يا جماعه والله مش شكرانيه فينا، هي دايما عزايمنا بتكون كده، لازم بنكون بنعمل ايه، ما دام عزمنا لازم نكلف، يا اما ما نعزمش اصلا. طبعا عملنا الخلطه اللي انا مشهوره بيها طبعا بتاعه الفراخ عندي، طبعا بصل كتير، وطبعا طماطم، واللهم صل على سيدنا محمد، توابل فراخ، فلفل اسود، كمون، اللهم صل على النبي، زيت، معلقه سكر او عسل لو في عسل، وطبعا كوبايتين من الزبادي عشان كانت طبعا الكميه كبيره. وجهزت الخلطه بتاعتي زي ما انتم شايفين، وبدات اقطع كده تحت الجلد علشان ما شاء الله المنابات كانت كبيره جدا، فبدات اقطع كده افتح فتحات تحت الجلد واشرب التتبيله فيها بحيث ان هي تستوي معانا. عملت طبعا كل كميه الفراخ بالطريقه دي. طبعا كان في مساعده معايا اخواتي الصغيرين واولاد خالاتي ربنا يبارك فيهم، فطبعا كانوا بيفتحوا لي الفتحات، وانا بقى ايه اللي ببدا اتبل الفراخ زي ما انتم شايفين. تتبيله الفراخ دي بجد تحفه، بتشرفنا جدا جدا في العزومات عندنا. وطبعا بنحط لها جزر، طبعا يا جماعه، يا تبشري الجزر وتحطيه معاها، يا تحطي الجزر في الخلاط وتضربيه مع الطماطم، بيخليها طعمها مسكر كده وجميل، وريحتها بتفحفح وتوصل اخر الدنيا. تبارك الرحمن. عملنا بقى 3 صواني زي ما انتم شايفين كده من الفراخ، والفراخ ما شاء الله الرباع بتاعتها كبيره وجميله، بس عشان تستوي مني بسرعه، طبعا حته الكبده دي انا كنت هموت عليها وحطيتها ليا انا، وبالفعل اول ما استوت، يمكن هم هيسمعوني في الفيديو ده وهيضربوني، اول ما استوت كلتها. تبارك الرحمن ربنا يوسع عليهم يا رب. كانت خلاص كده الصواني كانت جهزت معانا، بدات ان انا بس احط كده يعني حاجه بسيطه خالص من الميه، وهبدا بقى اغطيها كده بفويل وارفعها على النار. ارفعها على النار الاول كده، اول ما احس ان هي بتقلي بدخلها الفرن على طول. حطيت عليها على الوش كده زيت زيتون، زيت الزيتون تحفه يا جماعه، حطيت على الوش زيت زيتون كده وسبتها على النار. طبعا انا كنت عملت معاكم كتير قوي المحاشي والحاجات دي، فحبيت المره دي ان انا اشارككم الحلو. هبدا اعمل معاكم صينيه البسبوسه اللي انا
انا مشهوره بيها في العيله وفي الشارع كله وفي الدنيا كلها عامه. صينيه البسبوسه بتاعتي دي بصراحه بتعجب الكل. اول حاجه عملتها ان انا جبت كوبايه ونص من السمنه، طبعا يا دوب هي السمنه سايحه، حطيت عليها كوبايه ونص من اللبن، حطيت عليها كوبايتين او كوبايه ونص من السكر، والسكر ده حسب طلبك انت، يعني ممكن تقلليه او تزوديه. رفعت الثلاث حاجات دول على النار وهفضل اقلبهم كده، انا مش عايزاهم يغلوا، لا انا عايزاهم يا دوب ان هم كده السكر بتاعي يدوب، يبدا لون اللبن يطلع مع السمنه يتغير. بعد كده هبدا انزلهم من على النار. صينيه البسبوسه لما بتعمليها بالطريقه دي انسي اي طريقه تانية اركنيها، وان شاء الله باذن الله هعملها لكم في فيديو لوحديها، مره كده فيديو لوحديها خالص. بس طبعا هنا عشان كنت مستعجله وكل مره بصور لكم المحاشي والملوخيه والطبيخ، فقلت لا المره دي انا هصور الحلو بس. بدأت زي ما انتم شايفين بالتقليب المستمر ايدك فيها كده على طول، لان انا مش عايزاها تغلي، انا عايزاها بس زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، شايفين اللون اتغير، اللبن طلع لفوق، بدأت تطلع منها فقاعات بسيطة جدا. هرفعها من على النار خالص وهسيبها لما تبرد تماما، عايزاها دافية يعني صباعي لو حطيته فيها يتحملها. دلوقتي طبعا معايا عسل الجلوكوز، وهو لسه طبعا كانت نازله من على النار، نزلت بعسل الجلوكوز على طول عشان تبدا ان هي تسيح يا حبايبي. ونزلت كمان معاها ب3 معالق من اللبن البودره، اللبن البودره ممكن تستغني عنه، بس بجد بجد بيديكي طعم حلو قوي. عسل الجلوكوز طب لو عايزه استبدليه بعسل نحل لو عندك عسل نحل. ما عندكيش عسل نحل يبقى خلاص ممكن تحطي عسل من اللي بتعمليه الشربات التقيل بتاعك، حطي برده معلقتين. نزلت طبعا زي ما انتم شايفين بمعلقتين من اللبن البودره، نزلت كده بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز، ونزلت طبعا كمان يا حبايب قلبي بمعلقتين كبار من جوز الهند. خلاص بقى سبت ده كله كان خلاص برد تمام. نزلت معايا بكيلو من البسبوسه، وكيلو البسبوسه دي طبعا البسبوسه السايبه، والبسبوسه ديت اهم حاجه ان هي تكون ناعمه ما تكونش خشنه. وبدات انا مش عايزه اعجن، لا انا عايزه تقليبه كده، طبعا ايدينا نضيفه وغسلينها وزي ما انتم شايفين، يا دوب عايزه بس ان انا اقلبها تقليبه. خلاص كده قلبتها، جبت الصينيه بتاعتي وهبدا بقى كده يعني معلقه سمنه، لو في سمنه ماشي، ما فيش سمنه ممكن في زيت، لو عايزه تحلي كمان طعمها وتحسنيه وتخليها تطلع زي فعلا بتاعه الحلواني، حط لها معلقه طحينه في قاع الصينيه من تحت. بس طبعا احنا كنا مستعجلين فعملنا كده، وبرده طلعت تشرف وجميله. بايدك بقى كده وبتبداي كده بالراحه افردي الخليط بتاعك كده في قاع الصينيه، وايدك بقى وعايزه الخبط على الرخامه تخبطي فيها كده علشان تساوى وتطلع كل كميه الهواء اللي جواها. كانت خلاص تبارك الرحمن زي الفل. شكلتها، لو عايزه تشكليها شكليها، عايزه تخليها ساده ماشي. الفرن على 180 طبعا مشغلاه مسبقا، دخلتها على طول عشان ما تنشفش منك. تعالوا بقى نعمل السيرب ونحطه على النار على ما هي تخرج براحتها. السيرب بتاعي عملت 3 كوبايات من السكر، عليهم 4 كوبايات من الميه، وهحط عليهم معلقتين من عسل الجلوكوز، وهرفعهم على النار وكده يبقى زي الفل معايا، وهسيبه. انا مش عايزاه يغلي، انا عايزاه يا دوب ان هو مش عايزاه يتقل، سوري انا عايزاه يغلي. طبعا الصينيه كانت طلعت من قدام من على الفرن زي ما انتم شايفين شكلها، بصراحه قمر، كانت قمر وتحفه. والله المعازيم الضيوف بتوعنا اللي كانوا موجودين قالوا لي احنا عايزين تكتبي لنا الطريقه علشان نعملها زيهم. قلت لهم ان شاء الله انزلها في الفيديو وشوفوها واعملوا زيها. طبعا اول ما هي بتطلع هي سخنه والسيرب سخن، نزلت على طول بالسيرب عليها، حطيت الكميه كلها، الكميه بتاعتي جت مظبوطه، هشيلها بقى كده على جنب. وبسم الله تبارك الرحمن، حاجه كده زي الفل، لو رحنا نشتريها مش هيكفينا 250 جنيه فيها. هنا بقى كنت خلاص خلصت كده البسبوسه، ركنتها لهم على جنب وقلت لهم يلا بسرعه بسرعه نعمل الجلاش بقى علشان نحطه مكان البسبوسه في الفرن على طول. طبعا عندك الصاج بتاعي ده هو بصراحه على قد بالظبط الصينيه بتاعتي، قصدي على قد الجلاش بتاعي، يعني الورقه بتيجي على قده بالظبط. فطبعا جبت السجان بتوعي وبدات كده افرد كل ورقتين واحط بينهم سمنه، كل ورقتين واحط بينهم سمنه، مش هحط ورقه ورقه، وهيبقى مورق وهيبقى جميل وهيبقى زي الفل ما فيهوش اي مشكله. طبعا كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، كنت خلاص بقى حطيت بالظبط هما كده، الصاج ده هياخد لفتين من الجلاش، حطيت لفه تحت واللفه التانية احطها من فوق. وطبعا كنا عاملين صاج قبليها، كانت اختي الصغيره عاملاه وكنا راكنينه على جنب. وطبعا وزعنا اللحمه زي ما انتم شايفين كده، كل كميه اللحمه اللي معانا. طبعا اللحمه ديت لو بقى في وقت كنا حطينا لها جزر، وكنا حطينا لها طبعا فلفل الوان، كانت هتكتر الكميه معانا شويه. طبعا الصاج ده كان التاني فما خدش حقه في اللحمه زي الصاج الاول، بصراحه الصاج الاولاني اللي عملته اختي خدت عليات اللحمه فيه يعني. بس برضو تبارك الرحمن كان زي الفل وطالع ما شاء الله، كان ريحته واصله اخر الدنيا.
هنا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا احط الجلاش التاني. اي حاجة مقطعة عندك ما تقلقيش منها خالص، حطي وما يهمكيش، ساوي بس كده. وطبعا اهم حاجة السمنة ما بين الطبقات، حطي السمنة بس كده عشان يبقى مورق معاكي، وان شاء الله يطلع معاكي زي الفل. كنت خلاص خلصت كل الكمية بتاعتي، اللفة التانية حطيتها بتاعت الجلاش، وبدأت بقى ان انا اقطع زي ما انتم شايفين الجلاش كده. عايزة تقطعيه كبير صغير ده حسب بقى القطعة، بس انا دايما بفضل بصراحة القطعة الصغيرة، بحيث ان اللي ياخدها ما يرجعش منها حاجة تاني، ياكلها كلها. زي ما انتوا شايفين بقى طبعا كده ليه بقى بتقطعيه قبل ما تدخليه؟ لان انت لما بيطلع بتكوني ان هو طبعا، بس قبل ما تقطعيه كمان ادهني وشه بالسمنه عشان وانت بتقطعيه ما يتهريش معاكي، دي اهم حاجه. اول ما بيخرج من الفرن بنعيد على التقطيعه بتاعته بس. هنا يا حبايبي كان خلاص بسم الله تبارك الرحمن زي الفل. هبدأ بقى ان انا اجهز بقى الخلطه بتاعته او الوش بتاعه. بقى جبت كده هي بالظبط اللفه بتاخد كوبايه لبن، انا حطيت كوبايتين من اللبن، وحطيت كده بالظبط بيضتين، وهحط عليهم كيس من البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض. وطبعا رشه ملح، وطبعا رشه فلفل اسود، ما تنسيش الحاجات دي، رشه ملح رشه فلفل اسود، وطبعا بيضتين، عشان كل لفه جلاش بتاخد كوبايه لبن وبتاخد بيضه. وبدات انزل بقى اسقي بقى كل الجلاش بتاعي من الشربات بتاعه او من الخليط بتاعه. سيبيه بقى كده، عارفه لو عملتيه بدري شويه وسبتيه كده شويه قبل ما تدخليه على النار، لما يختمر كده هتلاقيه تبارك الرحمن علي معاكي كده وشرب كل اللبن اللي نزل عليه، هيبقى تحفه. اختي بقى فبتقول لكم حطوا لايك. طبعا دخلناه الفرن يا حبايبي، وتعالوا بقى اوريكم لف المحشي بتاعنا. كنا خلصنا المحشي زي ما انتم شايفين، بسم الله تبارك الرحمن، حاجه زي الفل قمر. ده طبعا لف المحشي بتاع الحبايب بتوعنا بقى، كل واحد عمل حاجه. كان طبعا زي ما انتم شايفين المحشي هنا البدنجان والكوسه والفلفل، وكان طبعا عندنا الكرنب. انا اللي كنت لفه الصوابع بتاعتي دي يا جماعه، والله خدت كده صباعين وبدات صباعين من الفلفل وحطيتهم عليه. وطبعا ورق العنب ده اختنا ام محموده ربنا يبارك لنا فيها، هي اساسي ورق العنب يا جماعه. فكل واحد فينا عمل حاجه، وكان بسم الله ما شاء الله طالع زي الفل قمر كده معانا. وهنا كان صواني الجلاش طالعه بسم الله تبارك الرحمن زي الفل، ورد كده ما شاء الله عليها، مستويه وريحتها كانت جميله، وطالعه بقى الصاجين ما شاء الله طالعين زي العسل. الاكل بصراحه كان حلو جدا، طريقه التقديم كانت تشرف وجميله جدا بصراحه، كانت حاجه زي الفل. دلوقتي بقى قالوا لي بقى لازم صينيه كيكه، وكنا هنا خلاص بقى يا جماعه تقريبا كله بدا يتسوى، وقالوا لي بقى بالظبط قبل الضيوف ما يجوا، كان قبل المغرب بحوالي 10 دقائق لازم تعمل لنا صينيه كيكه. طب رحت بسرعه جبت نص كيلو دقيق وبدات عملته، نخلته وحطيت عليه بيكنج باودر، وحطيت عليه طبعا رشه من الملح وركنته على جنب، ومعلقتين من النشا. وبدات جبت معايا 5 بيضات، حطيت عليهم ظرفين من الفانيليا، وطبعا كوبايه من السكر، مش عارفه الباقي ده ما جاش ازاي. كوبايتين من السكر وكوبايه من الزيت، وضربتهم الخليط ده كله مع بعضه. وطبعا رشه بسيطه من الخل، لازم الخل عشان يخليه هش. طبعا قعدنا ندور على لبن ما لقيناش لبن خالص، فطبعا رحنا جايبين شويه ميه دافيين كده، حطينا عليهم كيسين من العصير البرتقال، وهسقيها بعصير البرتقال. نزلت بقى الخليط على الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وهما بيجهزوا لي بالظبط كده معايا كوبايه البرتقال. هنزل بقى بيها زي ما انتم شايفين على الكيكه. كيكه المستعجلين، الكيكه دي بجد اتعملت، انا مش عارفه اتعملت ازاي. حطيت لها طبعا كده ربع معلقه من البيكنج صودا، علشان طبعا دي حلوه جدا، بتساعدها في الهشاشه كده وبتخليها حلوه. وبدات اقلب زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وان شاء الله باذن الله كل ده اعمل لكم فيديوهات خاصه بيها لوحدها كده يعني. بس انا حبيت اشارككم كل اليوم معانا، لان بجد اليوم ده كان يوم جميل بالنسبه لي جدا جدا. وربنا يا رب يتم لهم فرحتهم على خير، ويا رب كده ان شاء الله عقبال الفرح ونصوره لكم هو كمان باذن الله. هنا زي ما انتم شايفين قوام الكيكه كان زي الفل بسم الله ما شاء الله معايا، والظبط زي ما انتم شايفين هو القوام ده المطلوب. جبت الصينيه بتاعتي، وطبعا حطيت فيها كده معلقه من السمنه كده وفردتها. طبعا من قله بجد الوقت كان خلاص سرقنا يا جماعه خالص، فوالله بقيت بعمل يعني كل حاجه بعملها بسرعه، وكان خلاص زي معايا. والفرن طبعا كان شغال زي الفل معايا زي ما انتم شايفين، ودخلت الدنيا. تعالوا بقى للبوفيه المفتوح يا جماعه، تعالوا شوفوا فتحنا البوفيه يا جماعه. كل واحد يجيب الطبق بتاعه ويجي يقف على البوفيه بتاعنا يشوف جمال اكلنا اللي يشرف اي مكان، وعزوماتنا الجميله. ودي كانت عزومه محمود ابن اختي لنسايبه، يا رب كده يا رب يتم لهم على خير ويفرحوا ويتهنوا بسم الله ما شاء الله. افكار العزومه حاجات جميله جدا،
بجد بجد حاجات تشرف. اتفرجوا بقى كده وشوفوا الجمال والحلاوة. وطبعا انتوا شفتوا السفرة في الأول كانت قد ايه جميلة، الفراخ طالعة ريحتها جميلة جدا، تتبيلتها كانت روعة الروعة. زي ما انتوا شايفين برجع لكم تاني. وطبعا ده مخللات اشتريناها بصراحة جاهزة، ما كانتش عندنا. صواني الجلاش طالعة ما شاء الله زي الفل قمر. المحاشي كلها مستوية السوى المظبوط. طبعا هما دايما العقد بتاع المحشي ده اساسي، انا اللي لازم احطه يعني. يا جماعة اعملوا، لا الملوخية دي بتاعتي والله، والفاصوليا برضو. وتقريبا يعني الحمد لله رب العالمين. المحشي طبعا كانت اللي مجهزاه اختي كده، رحت لقيتها يا دوب جاهزه على طول على ان احنا هنلف يعني. وطبعا اللحمه ما كناش صورناها فجابوها حطوها عشان اصورها. بصراحه البوفيه ده كان يعني عايز بس كل واحد يجيب طبقه ويجي كده بالف هنا وشفا. وشكل السفرة زي ما وريتها لكم في الأول. طبعا الرصة بتاعت السفرة دي كلنا كنا مشتركين فيها، بصراحة حاجة جميلة جدا. الضيوف كانوا طالعين مبسوطين جدا جدا من عندنا. يا رب كده دايما يكون في لمة ويكون في فرح يا رب، ونتلم دايما في الأفراح كلنا. وأهم حاجة إن احنا نكون عاملين الحاجة من جوه برضا، فرحانين لبعض، مبسوطين إن احنا كلنا يعني فرحة حد من ولادنا هو فرحتنا كلنا. ربنا يعم كل بيوتنا بالافراح يا رب، وكل واحد يعني ينول اللي هو عايزه، وربنا يرفع عنا البلاء والوباء يا رب، والدنيا تهدى والدنيا تبقى بخير كده. بتمنى كده يا رب ان الفيديو بتاعي كده يعجبكم ويحوز على رضاكم. وطبعا الفيديو الجميل ده يستاهل من ايدكم الحلوه لايكات كتير 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 كتير. افكار العزومه، يلا بقى قومي كده لو عندك اي عزومه ادخلي كده وخدي فكره من عندنا، وان شاء الله باذن الله تكون حاجه تشرف زي ما احنا كده اتشرفنا قدام ضيوفنا. وكانت حاجه بصراحه بجد بجد تحفه يعني. ولايكات من ايديكم الحلوه بقى لمطبخ الرضا.